السلام عليكم اعزائي المشاهدين، اهلا بكم في فيديو جديد هنا على قناه من غير مونتاج. في الفيديو ده هنتكلم على ثلاث حاجات. هنتكلم على مسلسل بلوريبس او الحلقات اللي نزلت من مسلسل بلوريبس. هنتكلم على شراء نتفليكس لشركه وورنر براذرز. ايوه، في بعض من التعليقات البسيطه عايز اقولها عن الموضوع اللي حصل ده. وثالث حاجه عايز بس اتكلم معاكم عنها شويه حاجات انا متحمس ليها في المستقبل. بعض من الحاجات اللي متحمس ليها لمستقبل هذه القناه، وبس نقعد ندردش كده شويه عمان. اذا من غير مونتاج going back to basics. نفس العدسه، تمام، نفس الزاويه الواسعه. عندنا كو هوست مستمر هنا، وبعد كده خلاص في من غير مونتاج، وقربت اهو الميكروفون من بقي علشان يكون الصوت واضح، ونقعد نتكلم بقى. مسلسل بلوربس من يعني وليد فينس جيليجان، صانع بريكن باد، صانع باتر كول سول. عامل مسلسل جديد بالتعاون مع ابل تي في. انا مش مهتم قوي بالحاجات اللي معموله على المنصه دي. تقريبا حاجه جامده عملوها كان تيد لاسو اعتقد. اعتقد ان سيفرنس تقريبا تبعهم، لو انا مش غلطان. بس هم التو تايتلز دول دخلوا في عالم السينما مؤخرا بفيلم اف 1. والموضوع ده هيتربط بموضوع نتفليكس اللي احنا لسه بنتكلم فيه من اللي احنا هنتكلم فيه كمان شويه. بس خلينا نتكلم على بلوريبس كمسلسل. اول حلقه بتشد الواحد. اوكي، الفكره ورا الموضوع، وفكره اصلا ان انت تشوف فينس جيليجن بيعمل حاجه ساي فاي دي غريبه. اوكي، لان الشيء اللي كان بيميز بريكن باد وباتر كول سول بالنسبه لي، واعتقد بالنسبه لناس كتيره، ان قد ايه العملين دول جراوندد ان رياليتي بشكل مش طبيعي. يعني هم متمسمرين في الارض. الاحداث اللي بتحصل تحسها احداث حقيقيه جدا، واحداث معظمها بيكون اكورد، يعني معظمها بيكون اللي هو مربك بشكل ان انت تقول ايوه ايوه، حاجه اكورد زي كده فعلا حصلت في حياتي. دي مرايه لازاي الاحداث في العالم الحقيقي بتحصل. ف... فما كانش في اي استخدام لسي جي اي، ما كانش في اي استخدام لاي حاجه غريبه في باتر كول سول او بريكن باد. وعلى فكره برضه في بلوريبوس ما كانش في اي، يعني انا مش فاكر ان انا شفت حاجه سي جي غريبه في الموضوع ده، غير ان بس ان الفكره ورا القصه هي حاجه ساي فاي. وهي فكره المسلسل بتاع بلوريبوس ان اوبا في الناس اللي قاعدين بيبصوا على ايه ده، في اشاره جايه من العالم اللي بره. هوبا في حاجه زي سيكونس دي ان ايه او سيكونس ار ان ايه، في حاجه غريبه. اوب شويه ساينس بيلي بوب بيحصل في المختبر، في زي فيروس. الفيروس ده عدا العالم كله. العالم كله بقى عندهم بقوا جزء من شبكه واحده. الشبكه دي جايه من عند الفضائيين وبتاع، والعالم كله بقى سعيد وحال العالم بقى زي الفل. بس في بتاع ست سبع اشخاص كده. الست سبع اشخاص دول عندهم مناعه من من الموضوع ده، ما تاثروش. وواحده من الشخصيات اللي احنا بنمشي معاها في المسلسل ده هي ما تعدتش من الشيء ده. فاحنا عندنا سيناريو زي سيناريو لاست مان اون ايرث، تمام، لو فاكرين مسلسل لاست مان اون ايرث. ففي جانب كوميدي بفكره القصه اصلا، الحاجات اللي بتمشي اللي بتعملها على في ايام الطبيعيه. بس في دلوقتي مفيش عالم، مفيش ناس، مفيش حياه. هو العالم كله تحول الى يوتوبيا غريبه جدا. ففي تعليق جاي من هنا، زائد ان انا حاسس اني بدات افهم الميتافور اللي فينس جيليجن عاوز يعمله من الموضوع ده. اعتقد ان هو ممكن يتم فهمه باكتر من طريقه. ممكن لو انت عاوز تفسر الفكره ورا الموضوع ده من جانب ديني، ممكن تاخده. يعني فكره ان الناس اللي جوه الشبكه دول عمالين بيقولوا يا لهوي، انت هتنبسطي جدا لما تكوني معانا، احنا هنكون طيبين جدا ليكي وهنوريكي قد ايه حياه حلوه، بس عايزينك تكون معانا. فالتانية الشخصيه الاساسيه عماله تبص اللي هو انتوا دماغكم مغسوله، انتوا مش عارف مين، انتوا جزء دوجما معينة، وانتوا بس شايفين ان انتوا في الصح علشان انتوا متسيطر عليكم والكلام ده. اعتقد ان في ممكن يكون تعليق ديني من الناحية دي، بس انا مش شايفها كده صراحة قوي. او ممكن قدام في حالات تانية نفهم بالظبط التعليق اللي فينس جيليجن عاوز يعمله من الموضوع ده، او الميتافور يعني اللي ماشي. بس انا شايف ان في ميتافور ليه دعوة بالانترنت عامة. اول لما الانترنت بقى موجود في العالم كله، والناس كلها بقت بتخلي الانترنت يوم او شيء عادي من يومهم، وبقى خلاص ده بقى جزء من الحياة. بتحس ان كله بقى متوصل جوه الشبكة دي، فاهمني؟ فاي حد بيكون بره الشبكة
بيكون حاسس ان انا الوحيد الغريب هنا. كل الناس دلوقتي متربطين مع بعض، بس الكونكشن الحقيقي ما بتاخدوش انت من على الانترنت بس. اي حد بيستخدم الانترنت هيقول للشخص اللي ما بيستخدمش الانترنت لا ده الانترنت جامد، ده بيوصل لك بمش عارف مين، تعالى بس الانترنت، تعالى بس الانترنت، وهكذا. لسه الموضوع عايز له فتره عشان نفهم. بس ما علينا، الحاجه اللي انا عايز اتكلم عليها هو ضعف الحلقات. ولكن الواحد عنده ثقة في فينس جيليجان. مش كل حاجة فينس جيليجان عملها ممكن نقول ان هي ضربت المارك 100%. يعني حاجة زي المسلسل الفيلم بتاع جيسي اللي حكى قصة جيسي، ما اعتقدش ان دي حاجة الواحد رجع لها كتير. ما كانتش بنفس الثقل بتاع بريكن باد. الكامينو كان اسم الفيلم، بس اوكي. في نفس الروح، بس ما كانش بأهمية أو بالتأثير بتاع بريكن باد وباتر كول سول، خاصة آخر موسم بتاع باتر كول سول أحداث فيه كانت خرافية. بس لو هناخد برضو التاريخ بتاع فينس جيليجان، باتر كول سول أول موسم وتاني موسم كانوا بطيئين حبتين، كان فيهم بطء. فعلشان كده أعتقد إن بلوريبس ممكن يكون بيمر بنفس الموضوع، هياخد له فترة عقبال لما يقف على رجليه فعلا. فادي الكلام على بلوريبس. انا مستني ايه اللي هيجي في المستقبل. لوكس جود سو فار، بصريا جميل. الستايل في حكايه القصه بصريا جامد جدا. بس لسه حاسس ان حلقه واحده بتاخد مط كبير جدا عشان توصل فكره معينه. فيا مش مبسوط بالكم من حلقه اللي نزلوا. مستني فعلا حدث كبير بام شيل ينزل عقبال لما او يخلينا نستثمر في القصه اكتر، او نفهم ايه الخطر اللي جاي من بره ده، او ليه الالينز عايزين يعملوا كده، نفهم اكتر اللور في العالم ده. anyway تاني حاجه عايزين نتكلم عليها وهو نتفليكس. وات انا بسجل الفيديو ده وبكره في فايت ما بين جيك بول وانتوني جوشوا. الفايت ده هيكون موجود على نتفليكس، تقدر تتفرج عليه عادي. فنتفليكس دلوقتي عندها فايتات تقيله زي الفايت زي ده. وهم قبل كده عملوا الفايت بتاع مايك تايسون وجيك بول. عندهم الدبليو دبليو اي، تمام. وعندهم حاجات كتيره بتاعت نتفليكس ذات نفسها. ودلوقتي عندهم مين؟ وورنر براذرز، الشركه بحجم وورنر براذرز، ان هي دلوقتي تبقى جزء من نتفليكس. انت عارف يعني ايه وورنر؟ ده معناه هاري بوتر الافلام بتاعته، تمام، والحقوق بتاع عمل المسلسل اللي بيتعمل ده بقى خلاص اوريدي دلوقتي تحت نتفليكس. اتش بي او كفكره، اتش بي او ماكس كفكره خلاص ما بقتش موجوده في يوم وليله، مع السلامه بقت تحت نتفليكس. فدلوقتي خلاص انت لو هنتكلم من ناحيه جاجر نوتس في المجال، ديزني ونتفليكس. شفت فيلم افاتار اللي لسه نازل امبارح؟ ده تبع ديزني. اي حاجه يا لهوي، يا لهوي على الرعب. خلاص هيبقى في شركتين بس في السوق مسيطرين على الافلام. هل دي حاجه حلوه؟ هل دي حاجه وحشه؟ هي 100% بتخوف. تمام، بتخوف ان يكون كل شيء بتاخد منه المتعه بتاعتك متسيطر عليه من شركه واحده. هيقلل من الأطعمة اللي ممكن تكون موجودة في السوق. بس يا لهوي على الرعب. والفكرة ان الموضوع ده حصل بين يوم وليلة، ما كانش في حد عارف عنه. يعني الناس راحت تداوم الصبح في ورنر براذرز، ولا راحت تداوم بقى مش عارف في مقر عايز اتش بي او ماكس، عايزين نعمل حاجة جديدة، بوم خلاص فور الموضوع ده كله. احنا بقينا تبع نتفليكس دلوقتي. وات هو قد ايه النت وورث بتاع نتفليكس دلوقتي؟ الفكرة ان نتفليكس كشركة ما كانتش بتعمل ارباح لحد سنه او سنتين تقريبا، او هي لسه ما بتعملش ارباح دلوقتي. كل الحاجات دي عماله بيراهنوا على المستقبل بان هم يكون عندهم اي بي تقيل جدا، ان كل الحاجات دي ترجع لهم في المستقبل. بس جنون. نفس انا مش حاسس، انا حاسس ان مفيش اكوزيشن زي كده حصل. اقرب حاجه ليه كان لما ايلون ماسك بين يوم وليله برضه راح مشتري تويتر، فاهمني؟ واعتقد ان السيناريو اللي هيحصل هنا للاسف ممكن يكون نفس السيناريو بتاع اللي حصل مع تويتر. ان بين يوم وليله ايلون ماسك راح مشتري تويتر، لقيت مره واحده النت وورث بتاعه اتضرب في السقف. نفس الموضوع نتفليكس لما تشتري حاجه تقيله زي ورنر براذرز، الموضوع بيكون اللي هو 100% دلوقتي هيكون فيه ناس مستثمرين فلوس كتير جدا هيكونوا عايزين يعملوا فلوس. فشفتوا ازاي تويتر راح متحول مره واحده، بقى فيه اعلانات في كل حته، بقى فيه ضخ على حاجات غريبه. اعتقد ان حاجه زي كده هتحصل على نتفليكس. لو انت شايف ان نتفليكس بتعلي 430 مليار، 430 مليار دايم.
دايم كتير، فلوس كتير. يا لهوي على الرعب. اوف. هو فعلا الكانون ايفنت، الحاجه اللي عملت الانكيرجن بتاع العالم بتاعنا ده، كان كورونا. لما كل الناس قعدت جوه البيت، الفكره الذهاب الى السينما بدات تموت اكتر واكتر واكتر. مان الموضوع مرعب. اول لما الديل دي تتم خلاص بشكل رسمي، عايزين لنا بتاع سنه كده عشان فعلا نشوف التاثير الحقيقي. آه، التأثير الحقيقي للشيء اللي حصل ده. موضوع مرعب. إيه، اصلا لو مفيش منافس لنتفليكس في السوق، خلاص توقع ان الاسعار هتفضل تعلى وتعلى وتعلى. توقع ان جودة الافلام تنزل وتنزل وتنزل لان مفيش منافس حرفيا، فاهمني؟ ياه. اوف. يعني والله الموضوع غريب جدا، غريب جدا في المجال ده، وطلع من ولا حاجة كده. فالواحد لسه عمال بيبروسس الموضوع. والشيء التاني دلوقتي برضه الشركه الملياريه اللي عندها شبه مونوبولي على هما الاثنين دلوقتي عندهم شبه مونوبولي على الانترتينمنت في هوليوود. افنجرز دومز داي هينزل له تيزر، او تسرب له تيزر تريلر. كتير من الحاجات اللي كنا متوقعينها في الفيديو الطويل اللي عملناه كانت موجودة او تم تأكيدها في هذا التريلر. بس هنعمل حلقة تانية نتكلم اكتر عن الموضوع ده في المستقبل. هنعمل كم من سلسلة متعلقة بالانمي اكتر هنا على القناة. فهو دي الخطه. اوكي، فيري سمبل فيري ايزي. شايفين القعده اللي احنا قاعدينها دي؟ تمام. مبدئيا القعده دي اريح بكتير من القعده اللي انا كنت عاملها على المكتب الكاميرا كانت بعيده عني. ما كنتش عارف اسيطر على كل حاجه. دلوقتي انا قاعد مستريح جدا، معايا الكو هوست بتاعي، والكو هوست ده ممكن يتبدل من وقت للتاني. في ناس هتيجي ضيوف عندنا نعمل حلقات معاهم. لقيت فيدباك جيد جدا على الحلقه اللي عملناها مع خوليو عن هانتر. بس هنعمل كم من حلقه مختلفه مع كو هوستس تانيين عن مواضيع مختلفه هنا على قناه من غير مونتاج. زائد توقعوا من وقت للتاني نيجي هنا على من غير مونتاج وبس ندردش عن موضوع ما كانش صالح ان هو يتم دراسته يعني على القناه الاساسيه. فايوه، من غير مونتاج هتفضل من غير مونتاج زي ما هي. هذا المكان اللي احنا بنقعد نتكلم فيه عن ليترلي اي حاجه ممكن عايزين نتكلم عليها من غير اي فلتره وبشكل اهدى حبتين. عارف غريب ان انا اقول شكل اهدى حبتين ومصالحي قاعد هنا هو جنبي. بس مفيش مشكله. توقعوا فيديو عن افنجرز دومز داي يكون جاي في الاسبوع القادم. توقعوا فيديو عن هانتر يكون جاي في الاسبوع القادم. و... وفيديوهين عن هانتر في الاسبوع القادم. سنشوف الجدول. اعتقد فيديو افاتار اوريدي نزلناه. فايوه، حاجات كتير، مانجا وانمي، وبعض من الحاجات المتعلقه بالحدث الكبير اللي جاي في السنه الجايه، وهو فيلم افنجرز دومز داي. اتمنى تكونوا استمتعتوا. تنسوش تعملوا لايك على الفيديو، ده فعلا بيساعد. شكرا على متابعتكم. انا محمود اسماعيل، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. سلام.